لعنة تحوتة يحكيها لنا الأمير خاعمواس. الأمير خاعمواس هو الابن الرابع للملك رمسيس الثاني، أمير ومحارب ومهتم بالآثار وفنون العمارة والدين والعقيدة والسحر. قرر إن هو يتحول من أمير محارب إلى كاهن عظيم، وعشان الغرض ده بدأ يقرأ الكتب الدينية والنصوص الدينية ويحفظها. نما إلى علمه في يوم من الأيام إن كتاب الإله تحوت موجود في جبانة في مدينة منف. قرر يستعين بأخوه إنيرو ويتوجهوا إلى منف عشان يجيبوا الكتاب. بالفعل توجهوا إلى منف، وصلوا للجبانة، وصلوا للمقبرة، دخلوا المقبرة، بدأوا يدوروا على الكتاب. حصل اتصال ما بين أرواح أصحاب المقبرة وما بين الأمير خاعمواس. أصحاب المقبرة هم الأمير ني نفركا بتاح والأميرة أهوري وابنهم الطفل الأمير مير آب. بدأت الأميرة أهوري تتكلم مع الأمير خاعمواس وتحكي له قصتهم. بتقول له إن هي وأخوها الملك الأمير نفركا بتاح كانوا إخوات وكانوا بيحبوا بعض وقرروا يتجوزوا، ولكن أبوهم الأمير الملك ميرنبتاح كان رافض الجواز ده عشان كان عايز يجوزهم من أبناء ملوك وقادة عشان يزود نسله ونفوذه وسلطته. ولكن مدير القصر الملكي كان عارف بحكايتهم وقال لهم أنا ممكن أتكلم مع الملك وأقنعه بزواجكم. بالفعل اتكلم مع الملك وأقنعه بزواجهم، وفي يوم الملك كان عامل احتفال وأعلن فيه الموافقة على زواج الأمير والأميرة. حصل التزاوج وحملت الأميرة أهوري في ابنها الأمير مير آب، ومرت الأيام وولدت والملك فرح جدا. نيجي للأمير نفركا بتاح. الأمير كا بتاح كان مهتم بعلوم الدين والعلوم العقائدية والسحر برضو. وفي يوم كان ماشي في موكب خاص بالإله بتاح، وكان بيتأمل النصوص المنقوشة في المعبد. كان معجب جدا بيها وكان مبسوط بيها. ولاحظ ان في احد الكهنة بينظر اليه ويضحك في وشه، فتوجه اليه وسأله، قال له انت بتضحك ليه؟ رد عليه وقال له انا بضحك عشان شفت في عينيك مدى الاعجاب الشديد بتلك النصوص المنقوشة على جدران المعبد، وعندي ليه خبر حلو. كتاب الإله تحوت أنا أعرف مكانه فين. الإله تحوت هو الإله الحكمة عند المصريين القدماء. كتب كتاب ووضع فيه تعويذتين. التعويذة الأولى اللي هيشوفها هيقدر يسمع كلام الكائنات الحية حواليه، الطيور والحيوانات والزواحف والحشرات وكل الأشياء دي. التعويذة الثانية اللي هيقرأها هيقدر يشوف الإله رع ويشوف نوره ويشوف الملائكة اللي حواليه. قال له انا اعرف المكان الموجود فيه الكتاب ده، ولكن بشرط لو عايزني اقول لك فين مكانه هتديني 100 دبن من الفضة. طبعا بدون تفكير وافق الامير كا بتاح وامر ب 100 دبن من الفضة، وسأله فين مكان الكتاب. فرد عليه قال له ان الكتاب موجود في بحيرة في مدينة قفط، ولكن خلي بالك عشان تقدر توصل للكتاب ده، الكتاب موجود في عدة صناديق حديد وخشب وبازلت وذهب ونحاس، ومحيطة به مجموعة من الأفاعي والثعابين والعقارب السامة جدا، ومحيط بكل ده تعبان كبير. طبعا روح الأمير كا بتاح إلى قصره، رجع إلى قصره وكان مشغول بيفكر الكتاب ده أوصل له إزاي. لاحظ انشغاله الأميرة أهوري وسألته مالك، فحكى لها قصة الكتاب، ولكن هي في بداية الأمر كانت رافضة ان هو يدور على الكتاب ده، وحاولت تصرف تفكيره عن البحث عن الكتاب، ولكنه كان مصمم.
وقرر ان هو يتوجه للملك ويحكي له القصة ويطلب منه المساعدة. توجه الى الملك، حكى له القصة، طلب منه مساعدة وطلب منه مركب تكون مجهزة عشان رحلته، لانه هيسافر هو واهوري وابنهم الصغير مير اب. وافق الملك واداله كل اللي هو محتاجه، وتوجهوا مباشرة الى قفط. كان في استقبالهم كهنة المعبد هناك، رحبوا بيهم، وبدأ الأمير كا بتاح يفكر هيعمل إيه في موضوع الكتاب ده. صمم مركب مخصوصة لرحلة البحث عن الكتاب، قرأ عليها تعويذة خاصة بحفظه وحفظ رحلته. اتجه إلى مكان وجود الكتاب، قرأ تعويذة خاصة بشق البحيرة، وقرأ تعويذة خاصة بصرف الأفاعي والثعابين والعقارب. وتبقى التعبان الكبير، حاربه وانتصر عليه، وفعلا قدر يوصل للصندوق، فتحه وطلع الكتاب. قرأ ما هو موجود في الكتاب من تعويذ، وفعلا قدر يسمع كل الكائنات حواليه، وقدر يشوف الإله راع ويشوف نوره ويشوف ملائكته. رجع تاني لمكان انتظار الأميرة والكهنة، وفرحوا جدا وساعدوا ان هو رجع لهم بالسلامة. وعلى طول مسكت الأميرة الكتاب وقرأت، وقدرت تشوف الإله راع، وقدرت تسمع الكائنات حواليها. الإله تحوت عرف ان في بشر حصلوا على الكتاب ده، فغضب جدا وزعل جدا، وقرر ان هو ينتقم، ولكن هو ما عندوش قدرة ان هو ينتقم. فتوجه للإله راع وطلب منه انه يساعدوا في الانتقام من البشر دول، لانهم هم انتهكوا خصوصيته وحصلوا على حاجة من ممتلكاته. وافق الإله راع، وبالفعل بدأ ينفذ الإله تحوت خطة الانتقام. هم وراجعين لقصر الملك، خلاص خلصوا رحلتهم راجعين، ابنهم الصغير الأمير مير اب وقع من المركب، غرق في المية، وبعد شوية جثته طفت تاني. بدأوا زعلوا جدا واخذوه ورجعوا الى المعبد في قفط عشان يحنطوه ويدفنوه. هما وراجعين برضو غرقت الأميرة أهوري في نفس المكان، جثتها طفت بعد شوية. حزن عليها الأمير كا بتاح وأخدها إلى المعبد في قفط وحنطها ودفنها. قعد مع نفسه وهو زعلان، هيعمل ايه؟ هيواجه الملك ازاي؟ طب اموت نفسي زي ما هم ماتوا، ولا افضل هنا هارب، ولا اعمل ايه؟ المهم في الاخر هو قرر ان هو يرجع. هو وراجع في نفس المكان اللي مراته وابنه غرقوا فيه، هو كمان وقع وغرق. كده انتقام الإله تحوت تم تنفيذه. الكلام ده بيحكيه طبعا زي ما قلنا الأميرة أهوري للأمير خاع مواس، وكان برضو مصمم الأمير خاع مواس ان هو ياخد الكتاب. في اللحظة دي تدخل الأمير كا بتاح ورفض ان هو ياخد الكتاب، وقال له احنا ضيعنا حياتنا عشان نوصل الكتاب ده، فانت مش هتنوله. ولكن الأمير خاع مواس كان مصمم على الحصول على الكتاب، فاتفق معاه الأمير كا بتاح، قال له لو هنتبارز، لو انت انتصرت هتاخد الكتاب، لو انا انتصرت انت مش هتخرج من المقبرة تاني. والمبارزة كانت عبارة عن انهم يلعبوا لعبة السيجا. فاز في اول كام مرة الامير كا بتاح، لحد ما خلاص شاف الامير خاع مواس ان هو هيدفن في المكان، فنده لاخوه انهرو وطلب منه يروح لابوهم الملك رمسيس يجيب الكتب الخاصة بتعويذ الاله تحوت. راح رجع جاب له الكتب، اداها له، بدا يقرا التعويذ، بدا يخرج من الارض. طبعا كانت بتنشق وبتبلعه لحد ما وصلت لحد مثلا رقبته. خرج واخذ الكتاب ورجع لابوه الملك رمسيس. الملك رمسيس رفض وجود كتاب زي ده، وقال له لا، لازم تروح ترجع الكتاب ده مكانه.
ولكنه كان مصمم ان هو يحفظ التعويذ اللي موجودة فيه. وبالفعل اصابت الامير خاعمواس لعنات الكتاب ده. من ضمن اللعنات لعنته ان هو شاف واحدة جميلة جدا واتسحر بيها وفضل ماشي وراها وبدأ يتخيل اشياء غريبة وبدأ يتخيل ان هو قتل اولاده. وتقريبا كان هيوصل لمرحلة الجنون لولا تدخل الملك رمسيس الثاني وفك السحر من عليه واخذوا الكتاب ورجعوه دفنوه تاني مكانه. دي كانت قصة لعنة تحوت بسرعة. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان توصل لكم كل حاجة جديدة ومفيدة وجميلة.